أعتذر منك سيد سمير الشامي، فقط لننقل هذا الخبر الذي نقله التلفزيون السوري قبل قليل بأن وزير الدفاع العماد داود راجحة قتل فعلا في الانفجار الذي استهدف مبنى الأمن القومي في حي الروضة صباح اليوم. إذا تأكد مقتل وزير الدفاع داود راجحة، هل من معلومات إضافية لديكم بالنظر إلى تطويق مستشفى الشامي القريب من موقع الانفجار، الذين سقطوا أيضا من إصابات أو قتل آخرين في هذا الانفجار إن توفرت لديكم المعلومات؟ تفضل سيد سمير. يعني المعلومات التي يمكن أن نؤكدها 100% أن هناك انتشار عسكري كامل لفرق ووحدات من الحرس الجمهوري في محيط مشفى الشامي. اتصلت شخصيا بمشفى الشامي لأكثر من 10 مرات، لا أحد يرد على الهواتف. اتصلنا ببعض الأطباء الموجودين هناك المخلصين، يعني الجوالات خارج تغطية حتى هذه اللحظة. إذا إغلاق كامل على كل شيء. الآن النظام السوري الذي كان يدأب هو وشبيحة الإعلاميين وباقي النظام أنه لا شيء في دمشق، لا شيء في سوريا، لا ثورة. الآن نتحدث النظام السوري والتلفزيون السوري عن مقتل وزير الدفاع. يعني هذه أول الأنباء التي تفيد. نحن نقول كثوار على الأرض اعتراف النظام السوري بوصول تفجيرات وقادة الأجهزة المختصة دليل واضح على انهيار هذا النظام في دمشق. لا يستطيع حماية نفسه حتى من العصابات المسلحة التي دأب كل الوقت حتى يشرح للناس أن هناك عصابات مسلحة كما يوصفه نفسه. النظام يتخبط في كل شيء في دمشق، وعلى العالم أن يحمي دمشق وأهل دمشق وأهل سوريا مما تبقى، لأننا الآن سنعيش أيام سوداء في دمشق، لأن بشار الأسد سيقوم بمجازر مخيفة في دمشق وسيعاقب أهالي دمشق لأنه سيسقط في دمشق.